السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاكم دياب. قبل ما نتكلم في أي حاجة نصلي على النبي ونعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا في أول مباراة لريال مدريد وأول مباراة رسمية لتشافي ألونسو. نشيل كأس العالم، نشيل كل اللي فات ده، عشان لسه بقى ريال مدريد أو جمهور ريال مدريد هيبدأ يقيم المدرب من بداية الدوري. والبداية امتى؟ هتبقى أول لقاء هيبقى يوم التلات اللي جاي. فأول حاجة كده نبدأ كده نتكلم عن تفاصيل ريال مدريد. أول مباراة ليه في الدوري الجديد في 2025-2026. المباراة هتبقى يوم التلات على ملعب سانتياغو برنابيو. ده أول ماتش رسمي تحت قيادة تشافي ألونسو. وطبعا كل الجمهور مستني يشوف المدرب، مستني يشوف الخطة بتاعت المدرب، مستني يشوف تفاصيل المدرب في الملعب، مستني يشوف اللعيبة بتلعب ازاي مع المدرب وازاي يكون ليه تأثير على اللعيبة. طبعا هنلعب معاهم كأس عالم، بس طبعا مش هنبدأ نحاسبه من بداية كأس عالم، لا نستني نشوف عليه. وجمهور الريال كان مستني تشافي ألونسو بقاله فترة، فأكيد مش هيحكم عليه من كام ماتش في كأس العالم. أكيد كان زعلان إن هو خسر كأس العالم، بس لكن هيديله فرصة انه يبدأ دوري ويشوف هيحط الريال في أهنه مركز. المدرب طبعا بيعتبر هو اللي بيدي التعليمات وكل حاجة، فدوره هو الأساسي مع اللعيبة، فيكون دور إيجابي يكون سلبي مع اللعيبة، واللعيبة يعني تنزل الريال أو تحطه في مركز الجمهور ما يحبوش. طبعا في الأول وفي الآخر الجمهور ما بيرحمش أي حد. الجمهور عنده ريال مدريد لازم يكون في الأول. فالملعب أول ماتش هيتلعب في سانتياغو برنابيو وسط جمهور ريال مدريد. طبعا الريال طبعا اللعيبة داخلة بقى تبدأ عايزة تبدأ دوري، فهتلاقي كده تحس كده بمعنويات. لو اللعيبة منسجمة جامدة هتلاقي معنويات، وهتلاقي اللعيبة بتقدم مباراة قوية جدا وممتعة لجمهور ريال مدريد. فانت عندك كذا حاجة تخلي الجمهور مستني يشوف الريال. ايه؟ انت الموسم اللي فات خسرت الدوري، فالجمهور بقى يشوف بداية الدوري الجديد ده هتبقى بدايته ازاي. بداية لما عندك مغير مدرب، فالجمهور طبعا عنده طموح جديدة. تعال بقى نشوف كده المدرب اللي ده طموحه هتوديه فين معانا، هل يبقى معانا ولا لا. بس طبعا تشافي الونسو جمهور مستني تدريبه للريال من زمان يعني. وطبعا الجمهور مستني بقى يشوف الكورة بتاعت تشافي الونسو، هل هي هجومية هل هي دفاعية. بس طبعا في الأول ريال مدريد هو يعني المفروض يعني نتكلم في الواقع، ريال مدريد لازم يكون هجومي. فالريال مدريد الماتش هيتلعب يوم الثلاث زي ما قلنا. هيتلعب على ملعب سانتياغو برنابيو. هيتلعب كل التشكيله اللي متوقعها ان هو ريال مدريد يلعب بيها اللقاء. هيبدا طبعا اول حاجه بكورتوا. عندك كارفاخال، ميليتاو، روديجير، وكمان ميندي. هيلعب باتنين خط وسط او ثلاثة خط وسط. هيلعب بتشاوميني، بلينجهام، فالفيردي. لو جينا اتبصينا على الهجوم ممكن يبدأ برودريجو وفينيسيوس وامبابي. دي حاجة أساسية. هو امبابي، فينيسيوس وامبابي دي حاجة أساسية، بس أنا بتوقع رودريجو اللي يبدأ. وكله مستني يشوف أول مباراة بأول تشكيلة يبدأ بها الدوري. هل أنت شايف إن ريال مدريد يقدر ينجح مع تشافي ألونسو، ولا شايف إن تشافي ألونسو مش هينجح؟ فاحنا طبعا عايزك تكتب توقعاتك مش أكتر، وجمهور الريال توقع النتيجة تخلص كام واكتب في الكومنتات. قبل ما ننهي الحلقة منساش اللايك والسبسكرايب ونصلي على النبي. يلا سلام.